شو أكتر شي بيوجع أحيانًا الناس لمّا بتحكي عنِّك بدون ما تعرفِك، بيقيموا حياتِك وكأنّن عاشوها معِك من نظرة، وكأنّن ناموا على نفس المخدة يلّي بكيتِ عليها، هنّن بيحكوا بس ما عاشوا وجعِك، بيفكروا فهمانينِك وهنّن ما عاشوا لحظة من وجعِك أساسًا، بيحللوا كل تصرُّف ما بيعرفوا شو في بقلبِك، بس عندن رأي بكل شي بتعمليه، شافوكِ ساكتة قالوا ضعيفة، ضحكتِ قالوا نسيانة همومها، بس الحقيقة إنه الحياة مو مسابقة لرضا الناس، والقوية مو يلي ما بينحكى عليها، القوية هي يلي ما عاد يهمها شو بينقال من وراها. وتذكري دائما هذا عمرك انتي وحياتك انتي، مو قصة للناس يحكوها ويكملوا يومهم فيها. الحياة بهالزمن فيها تعب بس كمان فيها ضوء، والضوء دايما بيبدأ من جواتك، من قلبك، من نيتك، من قوتك انتي انك تكملي رغم كل شي، وما تنسي انتي مو لحالك، وهذا الشعور رح يمر وكل شي بيتغير حتى الوجع. ما فيكي تسكتي العالم بأكمله، بس فيكي توصلي لمرحلة ما عاد يهمك شو بيقولوا، لأنك وقتها بتعرفي إنك قوية، مو لأنك ما تألمتي بهالحياة، لا، بس لأنك تألمتي وانوجعتي وانكسرتي وضليتي واقفة رغم كل شي. عيشي حياتك بطريقتك، اختاري سكوتك أو صوتك، بس لا تعيشي لتبرري، لأنه الناس ما رح تسكت، بس انت فيكي تتجاهلي وتكملي وتكوني قوية بنفسك رغم كل الكلام.